كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما إن شاء الله تصير آمين خبرك سنواسع الله ودقوا الجنة الله كورا الفردوس إلهي حق أول مريو آمين دمان أمة الصوماليات دمان تودا ميل والبلدون الجود كذا كتوغان قار أهان عرور كيسا حاس كيسا إهل كيسا أو كيسا أو أنا جبكوك دمان تينا سمت إيمان إلهي هنقول السيو مرحوم عبدي ديرة مانتو كريوري ونانا يا مادر كريوري بدأ مالياتنا ودن إيراني وعنو لنا هاي إن لله وإنا إليه راجعون مانتا وحيهد مال تاريخي ومال ملوك ومال ودن قواه والد في مجاجري بدلا إسكان تبع أنا أوصل عندها أوصل جواي خرابو إهل انتبه الحمد لله رب العالمين إذا جاء أجلها لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون والبو مالي قول من هذا كرم عندي مسي ودودي كرم الله يسوع من الوقت عبد يريد ما أنت وحده باهي إنفاق هذا الأمر والله الله لا يتم بيسا ما أنت وحده باهي كليا إن أودعي ولكن أو قد متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت لكل أجل كتاب لابد من النقلة أيها الأحبة من هذه الدنيا إلى الآخرة كم سمعنا من الأخبار فلان مات وجارنا القريب مات وفلانة ماتت وصاحبنا مات وأنا وأنت سنكون خبر من الأخبار في يوم من الأيام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام خطبت الجمعة في يوم من الأيام في مسجد من المساجد وبعدما انتهيت من الخطبة نزلت وشرعت في الركعة الأولى ثم قمت وشرعت في الركعة الثانية لما بلغت أيها الأحبة في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين هنا أيها الأحبة سقط رجل في وسط المسجد وأكملت الصلاة وسلمت ولما سلمت يا إخوان أخذت الميكروفون وكان الرجل بعيد عني في منتصف المسجد والمسجد كبير وبدأت أقول يا إخوان لأن الناس ازدحموا على هذا الرجل الذي سقط في وسط المسجد قلت لهم ابتعدوا عنه أعطوه هواء خلوا الهواء يصل إليه لعله مكتوم لعله كذا وبدأ بعض الإخوة يصيحون معي اتركوا له مجال وأخذه بعض الإخوة إلى أقرب مستوصف وصلوا به إلى الطوارئ كشف عليه الدكتور قال هذا الرجل توفاه الله منذ أن سقط في المسجد يوم الجمعة يا إخوان وهو متوضئ يوم الجمعة وهو مغتسل يوم الجمعة وهو واقف بين يدي الله فاتصلت أخذت رقم أخوه واحد من أخوانه الميت اسمه محمد الله يرحمه ويتقبل ويجعلها 100 حسنة فاتصلت على أخوه خالد قلت يا خالد أسألك بالله هذا الرجل تعنى من بعيد وجاء يصلي معي في مسجدي الجمعة فلا يغسل أحد إلا أنا
حرصت على أن أغسل هذا الرجل، وبالفعل غسلته معي بعض الإخوة. وبعدين يا أخوان ذهبت إلى العزاء وأخذت خالد على جنب، قلت له يا خالد أسألك بالله ما هو أرجى عمل ترجوه لأخيك أن يموت هذه 100 الحسنة؟ فقال خالد يا شيخ والله إحنا مجموعة أخوان وفي عندنا أخوات، لكن والله يا شيخ أن محمد هذا أبر واحد بالوالدة، أبر واحد بأمي، كان يمر عليها كثير ما يتركها، كل يوم يتفقد حوائجها، يتفقد كل شيء تحتاجه. يقول من ضمن كلامي يقول والله يا شيخ حتى الشامبو الذي تغسل به رأسها يتفقده، الصابون التي تغتسل بها، المشط الذي تمشط به رأسها، البخور الذي تتبخر به، كل شيء يتفقد الوالدة. يقول حتى من البن والهيل والقهوة ما يترك عنها شيء، كان بارا بأمه وكانت تدعو له كثير. قلت بسبب هذا كسب 100 الحسنة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار